تعالوا اقول لكم على صينية الكفتة بالبطاطس. كنت ضربت البصلة وضربت حتة الدهن. كان الجزار مديها لي صحيحة. وعندي هنا كيس بهارات كفتة. احط الكيس ده كله على نص كيلو لحمة مفرومة. وبعدين اجيب من عندي فلفل اسود طبعا، وهدعكهم بايديا كده، هنقعد نقلب فيهم. وبعدين ارجع احطهم في الكبة، اخدهم وشين. وحطيت الملح، انزل بقى بالكبة واخدهم وشين. وانا اختصرت لكم الفيديو على قد ما اقدر جدا عشان ما تزهقوش من ما تملوش من وقت الفيديو. انا هنا خدتها وشين. بعد كده جبت الصينية، قطعت خضار، طماطم وبصل وفلفل. والمفروض كنت حطيت معاهم بطاطس في دلوقتي، بس قشرتها بعدين وقطعتها بعدين. حطيت ملح وفلفل اسود. والتوابل الاساسي هنا بابريكا، معلقة كبيرة. دي مش شطة، دي بابريكا، معلقة كبيرة قوي بابريكا. دي التوابل الأساسية اللي هتتحط في الوصفة ديت. هنقعد ندعكها كده بيها. هندعك الخضار ده كله بيه. وبعدين جبت معلقة صلصة، الحتة ديت ما اتصورتش، برضو كملت كده دعك الخضار وتقليب يعني. انا واحدة تلقائية جدا وبتكلم بتلقائية. بعدين جبت حتة سمنة وحطيتها على الوش، ونكفتت بقى الكفتة بتاعتنا زي ما انتي حابة، الحجم اللي انتي حباه كفتتي بيه. بعد ما نكفتت الكفتة هنحطها على نار هادية. انا هنا كنت بكلم فيروز. المهم خلصت الصينية، هرجع بقى احطها على نار هادية تنزل المية بتاعتها. ممكن لو هي ما فيهاش مية بنحط نص كوباية مية، ربع كوباية مية. وبعدين بحط نسيت احط الماجي فحطيته في الوش. وبعدين بروح مغطية الكفتة بتاعتنا. المية، بصوا المية يعني كترت ازاي. انا هنا بعلي كمان عليها النار عشان الصينية دي ما بتاخدش وقت، ملحوظة. والبطاطس بتتقطع رفيعة مش تخينة، عشان الكفتة والصينية ديت ما بتاخدش وقت. بعلي النار عليها لحد واشيل الغطا لحد ما نلاقي بقى السمنة بتاعتها كده بانت في الصينية والمية بتاعتها شربتها. انا مش عايزة صوص كتير، انا عايزة بس ال ال الصينية دي يبان فيها السمنة.